متابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة بالبصل. طعمها لذيذ وجميل وان شاء الله هتنال اعجابكم. معايا كبدة بالشكل ده، غسلتها كويس ونقعتها في مية وليمون، وبعد كده شطفتها تاني وعصرت عليها عصرة ليمونة بالشكل ده، وحطيتها في سمنة وزيت في طاسة على النار. السمنة سخنت جدا مع الزيت، وبدأت انزل عليهم بشرايح الكبدة زي ما حضراتكم شايفينها. قبل كده برضو كان معايا عدد 4 بصل. طبعا اخدتهم، وبعد ما اخدتهم في الكبة معايا كويس، طبعا خدتهم في طاسة تاني على النار مع ربع معلقة شاي سكر، وقلبتهم كده على النار، وحطيت ملح وفلفل معاهم وسبتهم عشان يتبلوا. ودي الكبدة على النار برضو، يعني انا حاطة 2 طاسة، على كل عين حاطة طاسة بشتغل فيهم. الكبدة معايا والبصل معايا، وبقلب في الاتنين كده. البصل دبل، انا مش عايزاه يبقى لونه محمر، لا انا عايزاه يبقى اصفر شوية، دبلان كده، واخد طعم تعسيلة حلوة. نزلت عليه بالكبدة بعد ما اتشوحت على النار في السمنة، وقلبتهم مع بعض، دمجتهم في بعض كده. وطبعا معايا التوابل بتاعتهم اللي هي عبارة عن بابريكا، كزبرة جافة، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر. وبعد كده معايا حزمة بقدونس غسلتها كويس، قطعتها بالشكل ده، وطبعا رشيتها على الكبدة بعد ما استوت مع البصل. وكنت عاملة المكرونة القلم دي بصلصة، وكمان سلطة الطحينة بالشكل ده. وكبدة طعمها جميل، هتعجبكم اللي جربها بالهنا والشفا. ويا ريت يعني ما تنسونيش في الاشتراك في القناة واللايك والشير، عشان بإذن الله يوصل لكم كل جديد. أسيبكم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.